انا قلت له بقول لك ايه، انت لازم تسيب مراتك بقى عند امها تتربى شويه عشان اللي بتعمله ده زياده. هو مش معنى ان انت بتبص لها او تقول لها كلمه او اي حاجه بتلو جوزها وتاخد شنطتها وتمشي. ايه المشكله يعني لما انت جيت اكلت عندنا يعني؟ بص انت لازم تسيبها تتربى عند امها، خلي امها بقى تنفعها. ازيكم؟ انا عندي مشكله مع اخويا ومراته، فحبيت ان انا اقول لحضرتك على اللينك الصراحه ده عشان رايك وراي الناس اللي عندك انا بستفاد منه الصراحه، فكنت عايز اعرف رايك في المشكله. مرات اخويا هي دكتوره ولكن بتتعصب وبتتضايق على اتفه حاجه، يعني لو بص لها بصه كده ممكن تتضايق وتتعصب، لو قال لها كلمه تتعصب او تتنرفز، حتى لو بيناقضها في كلمه هي قالتها ممكن تاخد شنطه هدومها وتمشي. ده بجد مش تهريج والله، بتاخد شنطه هدومها وتمشي. وكمان اللي مساعدها على كده امها، اول ما تتصل بيها وتكلمها تقول لها خلاص هاتي شنطه هدومك وتعالي. من يومين حصلت مشكله ما بينهم كانت اتفه ما تتخيل. هقول لحضرتك والناس اللي عندك تحكم وحضرتك تقول لي. هو كان جاي من شغله عشان خاطر يتغدى، طلع يتغدى لقى الاكل مش عاجبه، فقام بكل هدوء عشان عارف ان مراته قماصه جدا، راح نازل عندنا تحت حضرت له الاكل وعملت له الاكل وراح طلع لقاها عامله ايه، مجهزه شنطه هدومها واخده البنوته وعايزه تروح عند امها. قال لها في ايه يا بنتي؟ قالت له لما تعرف قيمتي بقى تبقى تيجي تاخدني من عند ماما. قال لها طب بس اهدي كده وصلي على النبي وخش، مفيش اي حاجه. المهم اول ما دخلوا، هو انت بتتنك على ايه؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ هو انت فاكر نفسك سيد الرجاله؟ طبعا اخويا ما قبلش على نفسه الكلام ده، وراح الدم غلي في دماغه وراح مد ايده عليه. ودي كانت اول مره يمد ايده عليه، رغم ان اخويا اقسم بالله بيساعد في البيت عشان خاطر ظروف شغلها وكده وهو مش مقصر معاها، بس هي دايما بتقعد تتلكك وبتعمل حاجات بسيطه تنرفز الدنيا، واخويا ما بيقبلش بوضع زي كده ومع انه على طول بيساعدها في كل حاجه. تاني يوم الصبح قام ولا لقى البنت ولا لقى مامتها. طبعا هي راحت عند مامتها، نزل بقى يتكلم معانا وبتاع. رحت انا قلت له بقول لك ايه، انت لازم تسيب مراتك بقى عند امها تتربى شويه عشان اللي بتعمله ده زياده. هو مش معنى ان انت بتبص لها او تقول لها كلمه او اي حاجه بتلو جوزها وتاخد شنطتها وتمشي. ايه المشكله يعني لما انت جيت اكلت عندنا يعني؟ بص انت لازم تسيبها تتربى عند امها، خلي امها بقى تنفعها. قال لها لا، هو بس انا هسيبها يومين كده وهرجعها عشان خاطر ما يحصلش مشكله اكتر. انت لازم تعمل بقى قيمه لنفسك، كفايه بقى اهانه، ما تقعدش تهين في نفسك، لازم تعرف قيمتك، سيبك منها خالص. فانا قلت ابعت لحضرتك عشان الناس تقول ويحكموا اذا كان فعلا هي مرات اخويا ليها حق تعمل كل اللي بتعمله ده ولا لا. فيا ريت حضرتك تقول لي والناس اللي عندك تقول لي اخويا يتصرف ازاي، وانا كدوري مع اني انا دايما فاكراني ان انا عدوتها، ومع اني ما بعملهاش اي حاجه، كل الحكايه ان انا بس بتكلم او باجي في صف اخويا، فهي فاكراني ان انا كده ما بحبهاش. خليني في البداية أفكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وشير. أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا بستغرب من البنات اللي بتقوم بدور الحموات وفي نفس الوقت بتبقى، يعني في حد قبل كده كتب لي في كومنت ان بتبقى قايمه بدور الحربوقه. يعني انا لما تواصلت وعرفت الحربوقه دي ايه ففهمت بالظبط يعني ايه حربوقه، فاعتقد ان انت بتقومي بيه فعلا. واللي انا عايز اقوله لك ان اخرجي بره الموضوع واكيد الدنيا هتبقى كويسه. يعني انا مستغرب لما تكون واحده عايزه تخرب على اخوها، اللي انت بتعمليه ده هتوصليهم ان هم هيطلقوا بدون اي مبرر. اذا كانت بقى هي بتعرف تعمل اكل ما بتعرفش تعمل اكل، قماصه اخرجي والموضوع هيتحل. بدليل ان انت اخوك بيقول لك ان هو يومين بس هيسيبها وهيرجعها، يعني هو فاهم مراته اكتر منك، فانت بتقولي له لا، اللي هو تتربى وتتعلم الادب خدي بالك الدنيا ما فيش اسرع منها، في ثواني الدنيا هتلف وتلاقي اللي بيحصل معاكي اللي انت بتعمليه مع اخوكي هتلاقيه في ثواني جالك. والله ما في اسرع من الايام. فتهدي كده وتصلي على النبي، وبقولها لك بالبلدي كأن بقى اخوك الكبير اللي بيكلمك، انت ملكيش دعوه بتاتا. هي بقى مقصره في شغلها، مقصره في بيتها، مقصره في تربيتها، طالما اخوكي راضي بده خرجي نفسك خالص، طلعي من خارج بره الموضوع. ليه؟ عشان خاطر ما تجيش في يوم من الايام مرات اخوكي لو اتطلقت هتحاسبن عليكي، هتكون انت السبب، اكيد مليون في المية انت اللي هتكون السبب. فنصيحة مني يا بنت الناس، خليكي بعيد عن اي حوار انت عايزة تقوليه وريحي نفسك.
ريح نفسك عشان خاطر اخوكي يبقى قاعد في بيته مستريح، مش يقول ان انت السبب في النكد. وبعدين عايز اقولك على حاجه، انت بتقولي ان هي فاكراني ان انا مثلا اللي بعمل مشكله. هو انت مش شايفه نفسك ان انت فعلا بتعملي مشكله؟ وبعدين عايز اقولك على حاجه، عيب قوي عيب قوي لو كان اخوكي ما عجبوش الاكل عند مراته ويروح نازل يقولك مثلا حضري لي اكل. ده عيبه جدا، يعني اللي هو ازاي مراتي فوق وانا انزل اكل تحت؟ اللي هو ازاي باي منطق يعني؟ ده هو لو كان نزل السوبر ماركت جاب باتيه واكله وطلع قشطه الكلام، مفيش اي مشكله خالص. ما انت بتهين مراتك كده قدام اهلك.